اهلا بيكم، انا سامح ودي فيديوهات ازاي تعمل شركه ناشئه. هنتكلم النهارده عن التسعير اللي هيخلي الزبون يشتري منك. التسعير مش مجرد انك بتحسب التكلفه زائد الربح، لا، الموضوع معقد شويه. الزبون المصري بيفهم كويس قوي في التسعير، فحاول انك تحط تسعير يرضيه ويرضيك. السعر المناسب بيكون مزيج ما بين تكلفه المنتج، سعر المنافسين، وقيمه المنتج في عين الزبون. اول استراتيجيه في التسعير انك تقدم سعر منافس، تكسب قليل تبيع اكتر. زي مثلا انك تشوف المنافس بيبيع المنتج بتاعك بكام وتبيع اقل بجنيه. دي حاجه استراتيجيه القيمه. لو انت بتبيع حاجه لحد، مش بس تقول له ده السعر منافس، لا كمان تحاول توصل له القيمه اللي هيستفيد منها من شراء المنتج ده. التسعير دايما مرتبط باسعار المنافسين. لو المنتج ب 100 جنيه هتحط عليه 40 جنيه ربح، فيبقى المنتج ب 40 جنيه زائد الضرايب زائد التوصيل، كده توصل للسعر النهائي اللي هتبيع بيه. اقول لك تاني، اهم حاجه عينك على اسعار المنافسين. تحاول توصل ل10 زباين تعرض عليهم المنتج وتشوف السعر ده هيرضيهم ولا لا. ولو هم مش راضيين عن السعر تعرف ايه الاسباب وتحللها كويس. احب انصحك بثلاث حاجات. اول حاجه، ما تسعرش عشوائي. الزبون مش غبي، الزبون عارف كل الاسعار اللي موجوده في السوق. تاني حاجه، ما تخافش انك تعمل تخفيضات او خصومات، دي مصاريف تسويق انت بتستحوذ بيها على عملاء جداد. وافتكر دايما ان هامش الربح بيتحسب بانك التكلفه زائد ربح واقعي. متنساش تعمل فولو. اشوفك الفيديو الجاي.